دوت ليفت انا هعمله معاكم دلوقتي واوريكي طريقته ازاي خطوه بخطوه، ازاي تقطعيه وازاي تخلليه وازاي برضو انت لو عايزه تخزنيه سليم ازاي تخزنيه. هنبدا مع بعض ونشوف هنخلله خطوه بخطوه ازاي. هنبتدي مع بعض واحده بواحده. هنبدا نخلي الليفت واخلله معاكم اهوت واوريكم طريقته عامله ازاي. حابه تخلليه تاكليه على طول هتعملي كده اهوت، تبداي تقطعيه كده واحده واحده. لو انت عاوزه تخزنيه لرمضان، تشيليه سليم كده تخزنيه لرمضان، بتجيبي ديت، يعني بتجيبي زي ما انا شايفاه كده هو سليم زي ما هو، وتملي البرطمان ميه وملح بس مش اكتر من كده، ولا لون ولا بنجر ولا اي حاجه، هي ميه وملح وزي ما هو كده وبتحطيه. ولما تيجي تطلعيه عشان خاطر تخلليه بتحطيه بقى بميه بدقه وبتبقى طعمه جميل جدا لو انت عاوزه تخزنيه. لكن انت عاوزه الليفت السريع اللي هو بعد يومين او 3 تاكليه، هتعمليه زي ما انا قلتلك كده، هتقطعيه معايا وهنبدا دلوقتي نخلله مع بعضينا. نقطعه واحده واحده اهوت مع بعض. اقطع لكم واحده تانية اهوت معايا. طريقته سهله جدا جدا، سواء تخلليه كده او سواء ان انت عاوزه تخلليه وتخزنيه اهوت. هكمل بقيت دوت تقطيعه وهنخلله مع بعضينا. دلوقتي احنا قطعناه اهوت كله مع بعضه، هبدا بقى اخلله معاكم اهوت. بسم الله. نبدا نعبيه في برطمان. حسب بقى ما انت عاوزه تخليلي كميه كبيره هتعمليها في برطمان كبير. بالنسبه دولت 2 كيلو، ممكن يجوا في برطمانين زي دول. لكن لو انت مثلا عاوزه تخليلي 2 كيلو في برطمان واحد ممكن تخليلي عادي. دلوقتي احنا عملنا اهوت في البرطمان اهوت. ديت انا عاملاها ميه وملح وبنجر. بتمسكي الميه بالملح بالبنجر تضربيه في قلب الخلاط، وبعد كده بتبداي تسقي بيه اللفت اهوت. لازم تغطيه بالميه كده. احنا اهوت عملناه اهو، بقى احلى لفت مخلل معاكي. هتسيبيه 3 ايام بالظبط وتفتحي عليه هتلاقي طعمه في منتهى الجمال. يلا هاتيه وجربيه، هيعجبك جدا جدا جدا. ولو عجبك اعملي لي اعجاب واعملي متابعه عشان تشوفي معايا كل جديد.